طب بص يا نجم، لو جيت وقلت لك قول لي كده كم مخرج خد اوسكار لفيلم ليه، هتقول لي مثلا سكورسيزي، ده عمل كمية افلام علمت مخرجين من بعده كتير جدا، وغيره زي كريستوفر نولان واللي عمل اعمال كتيرة جدا برضه، ولكن هم خدوا اوسكار افضل مخرج بس. وعلى فكرة الأفلام دي كلها كانت الممثلين بيتكلموا باللغة الإنجليزية وبعد كده بيترجم. بس لو أنا جيت وقلت لك إنه في واحد هيجي من كوريا الجنوبية، أسلوب الكوميديا السوداء والنقد الاجتماعي، هيعمل فيلم في 2019 ما خدش بسبب الفيلم ده أوسكار واحد، لا 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 لا، 4 جوائز أوسكار. ويعني الراجل اللي احنا لازم نرفع له القبعة كلنا، لأنه صاحب أول فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية ياخد الجايزة، وهو عمي وعمك بون جين وو بتحفته الفنية باراسايت. وقبل ما نبدأ، ده تحليل وملخص بسيط جدا، ما هواش معقد قوي، وكمان هو فيه حرق، فلو حابب روح شوف الفيلم الأول وبعد كده تعالى. أي فيلم حابب يفهمك هو هيتكلم عن إيه بيديلك الإنترو. وهنا عمنا بونج عمل حركة صايعة جدا، وهو إن هو ثبت الكادر ل20 ثانية لناس ماشية على الأرض وباين إن الحي فعلا فقير، وبعدها نزل لتحت الأرض، بمعنى إن العيلة دي كحيانة وفقيرة جدا، ومن كتر الفقر الواد اللي في البيت ده كان بيحاول يسرق واي فاي من الناس اللي فوقهم. وبعد كده بيبدأ يعرفنا على العيلة، وهي عيلة كيم، والمكونة من الأب واللي اسمه كيم، والأم تشونج سوك، والأخ والأخت كي وو وكي جونج. ويبدأ المخرج يوضح لنا الفقر أكتر لما الأب بيجي يفطر يلاقي حشرة جنب الأكل وبيشيلها ويكمل أكله عادي. وبتكون العيلة مستنية رسالة مهمة من مطعم بيتزا علشان يعرفوا ميعاد التسليم امتى، وتبدأ العيلة الشغل، ويطلع راجل بتاع المبيدات الحشرية، والأب بيسيب الشباك مفتوح علشان يقتل الحشرات اللي في البيت كلها، ويقول إنه ده مجاني، ويكملوا في الخنقة دي. وبيظهر لك المخرج إن الفقر ما فيهوش رحمة، لأنه لما البنت بتاعت المطعم جت تاخد الكراتين واللي كان فيها عيب بسبب ان هم كانوش شايفين كويس، قررت ان هي تخصم 10% من الفلوس، والاخ بيقول لها مش محتاجه موظف يشتغل معاك، ولكن هي بتقول له ان هم كاملين، فالاخت بتتدخل على طول وبتقول لها الواد التخه ده مش هرب من يومين لما كان في ضغط شغل، خد يا اخويا مكانه، وبالفعل بتعمل كده وبتطرد الواد. والمخرج هنا بيوضح لك بشكل واقعي جدا حقيقة الفقر، وانه ما هواش الغلبان الضعيف اللي مكسور. وبعدها بيجي واحد صاحب كي وو وبيعرض عليه ان هو يدرس لبنت في تانية ثانوي من عيلة غنية، وبيديله هدية وبتطلع حجر، فبيقول له خلي بالك الحجر ده حجر الحظ وبيجيب الثراء. وفعلا كي وو بيروح بعد ما زور شهادة بمساعدة اخته، وقابل الخدامة بتاعت الفيلا هناك وباين عليها الرقي والثقة، وبتقول للكيوو ان البيت ده بناه مهندس كبير جدا وعاش فيه، ولكن بعد حبة مات. وبعدها زي ما انت شايف كده قلبينها زريبة، وعرفته على الام واللي شافت الشهادة، وقال لها ان هو من طرف صاحبه، وهي فعلا اقتنعت. وهنا في حاجتين المخرج وراهم لك من ناحية الأغنياء، وهو ان الام اللي مش شغالة بس غنية، يعني ما تعبتش في الفلوس، هتلاقيها عبيطة جدا، يعني حتى ما لحقتش تشوف الشهادة، وكمان ما اتصلتش بصاحب الواد، ما يمكن نصاب. وبيطلع فعلا علشان يدي الدرس، وبيقابل بنوتة صغيرة كده، واللي بتكون مش عارفة تتكلم انجليزي اصلا، فبيقول لها هو انت متوترة؟ بتقول له لا انا مش متوترة ولا حاجة، راح ماسك ايديها وقال لها القلب ما بيكدبش، تصدق بالله انا اتوترت. وبيخلص الحصة وبيتفق على فلوسه، والام بتقول للخدامة ان احنا النادي المعلم باسم كيفن، واضح جدا الطبقية في المعاملة، ولكن المخرج بيرمي عيل حرفيا انا مش عارف ايه لازمته الا في مشهدين والله، وبصراحه انا ما حبيتهوش. وبتكمل كلامها مع كيفن وبتعتذر له على السهم اللي هو ضربه، وبتقول له ان احنا كنا مسفرينه في يوم عيد ميلاده السنه اللي فاتت علشان حصلت له صدمه، ومن ساعتها وهو متعصب هندي. وبتقول له كمان ان ابنها رسام كويس ولكن عنده مشكله في اللوح بتاعته، وبيقول لها فعلا هو موهوب جدا وباين عليه الشطاره، طبل يا اخويا طبل. وبيقول لها انا عارف واحده شاطره جدا ممكن تساعد ابنك، كانت درست هنا وكملت تعليمها بره، اسمها كان ايه، اسمها كان ايه يا ربي، اسمها كان ايه، جيسيكا. وجس وات، جس وات، بالظبط كده. وبتخش الاخت على اساس ان هي جيسيكا وسط العيله، وكيفن بعد ما غششها كام معلومه زي ان هو خد صدمه في عيد ميلاده اللي فات، والرسمه اللي هو رسمها شكلها كده، راحت هي عملت جو على الام وقالت لها معلش قبل ما نكمل الدروس، هو ابنك حصل له صدمه من سنه.
فالأم العبيطة جدا بتشرب الموضوع وبتحس إن جيسيكا فعلا فاهمة في الحوار. وهنا في حاجتين حصلوا. أول حاجة إنه الفقير لو جات له فرصة هيمسك فيها بإيده وأسنانه وهيعمل حرفيا كل اللي يقدر عليه علشان يكون مناسب في المكان ده. وتاني حاجة إنه بعد ما هيمسك في المكان ده، يعني ده حتى مكتوب على بوستر الفيلم جملة وهي act like you own the place، يعني حاجة عاملة زي ما صاحبك بيستلف منك العربية ويقعد يحلو بيها. المهم سيبك من صاحبك دلوقتي وركز معايا بس. بتظهر تاني حاجة وهي الطمع. فبعد ما الأخ والأخت دخلوا وسط العيلة، الأخت كانت عايزة أبوها كمان يدخل، فبتسيب للسواق تذكار في العربية. والسيد بارك جوز الست الهبلة بيلاقيه وبيقول يا ابن بيلعب بيس وفين في العربية بتاعتي وبيطرده. وجيسيكا وهي ماشية بتقول للأم هو مين اللي هيوصلني؟ خبيثة انت، ها خبيثة. فالأم بتحكي لها اللي حصل، فهي بتقول لها يا حرام ازاي المجرم ده يعمل كده، ولا يهمك ولا يهمك. وبتسألها إذا كان هتلاقي سواق قريب ولا لأ. والأم بتقول لها إن إحنا بندور على سواق كبير في السن علشان ما يحصلش حاجة زي اللي حصلت دي. فجيسيكا بتقول لها تعرفي أنا أعرف واحد كان شغال سواق لقرايبي في ميامي، جه هنا وكده. وطمعهم ما بيخلصش لحد كده، لا ده بيوصلهم لمرحلة السيطرة المطلقة. فبيكونوا عايزين يدخلوا الأم كمان. كيفن بيعرف إن المربية عندها حساسية من الخوخ، وهنا الخطة بتبدأ. فكيفن بيجمع بودرة الخوخ، والأب بيقول للأم الهبلة انت عارفة إن الخدامة دي عصبية جدا، ده أنا حتى سمعتها في التليفون. ولا أقول لك لا 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 لا، من ستره ربه ما يفضحوش عبده، خلاص كفاية. فهي سكتت شوية ولكن بعدها بحبة فبيقول لها أنا سمعت إن هي من فترة وهي كانت بتتكلم في التليفون إن هي عندها السل وإن هي بتتعالج منه عند دكتور. انت حتى ما لاحظتيش إن هي بتبقى عصبية في أوقات كتير؟ فالأخت بتحط الوبرة في قفا الست وهنا هي بتعطس. فدور الأب هنا إن هو يحط كاتشب على المناديل ويوريها للأم. وجس وات، ومن هنا العيشة بتاعت عيلة كيم كلها بتزهزه والعيلة كلها ماشية على الخطة. وفي يوم عيلة السيد بارك كانت طالعة رحلة تخييم بمناسبة عيد ميلاد ابنهم، وبيخرجوا وبيسيبوا البيت للمربية، ولكن عيلة كيم بتدي الأمان وبتحتفل في البيت. ولكن الخدامة القديمة بترن الجرس وبيكون باين عليها ملامح الفقر هي كمان. ففي الأول كنت تشوفها باين عليها الرقي، ولكن بعدها ده اللي بيحصل. وأول ما الست بتفتح لها بتجري على البدروم بتاع البيت، وهنا بيلاقوا إن الست ليها زوج وبيكون قاعد شارب نايم واكل ببلاش. وبعدين سيب يا ابن البتاع القرف اللي انت عيل صغير، سيب يلا. ولكن الخدامة القديمة بتتحايل على الخدامة الجديدة إن هي ما تبلغش الشرطة ولا السيد بارك على أي حاجة. وهنا بعيدا عن صدمة إن هو قعد 4 سنين عادي. 도대체 언제부터 여기 산 거야 남편이? 엄마 가만히 있어봐. 지금 4년째인가? 4년 3개월하고. إن هو معنى الفيلم وضح فعلا. يعني في الأول صراحة كنت فاكر إن عيلة كيم هي العيلة الوحيدة اللي بتحاول تلزق وسط العيلة الغنية، وده معنى الفيلم باراسايت يعني طفيلي. وهنا الحقائق تكشف. فبسبب غلطة الاتنين بيتفتحوا قدام بعض، والخدامة بتكون صورت عيلة كيم كلها وقعدت تتريق عليهم زي ما انت شايف كده. وهنا هيحصل صراع للنجاة واللي محتوي على التليفون. ايوه هو التليفون اللي لحس دماغكم كده، ها خلاص انا اسف. المهم فعلا بيتحذف الفيديو، ولكن بسبب المطر الشديد زي ما كنا شايفين من شوية اضطرت العيلة ان هي ترجع وهم قدامهم 8 دقايق. وهنا الكل حرفيا كان بيحاول يستخبى. فالاب نزل البدروم مع الراجل الغريب ده، والخدامة كانت بتحاول تفضحهم فبتتكل. وفعلا بعد ما كله خلاص بيروح اوضته عيلة كيم هتهرب، ولكن الواد البيضان اللي كان هيخرم عين كيفن من شوية خرج عشان يخيم في الجرينة. فابوه وامه خرجوا يناموا قريبين منه علشان يطمنوا عليه. والعيلة كلها بتتزنق في أوضة واحدة، بس واحدة تحت الترابيزة والتانية فوق. المهم هنا وبعد ما المخرج حرفيا حط العيلتين قدام بعض بدأ يعرف العيلة الفقيرة مكانها. لما السيد بارك اشتكى من ريحة السواق وقال انه بيكون هيرجع من الريحة، وان هو حتى لما بيقعد في الكنبة اللي ورا الريحة بتكون واصلاله. وكيم بيسمع الكلام ده كله، وبعد حبة بيناموا والعيلة فعلا بتعرف تهرب. وركز هنا عشان قربنا نخلص، ها ركز، بطل تبص على الفيديوهات اللي جنبي، ها بطل. وسط ما كيم كان مقهور على كل المحاولات ان هو يتأقلم مع البيئة الغنية، الا ان ريحة الفقر كانت لازقة فيه. ولما بيرجع لبيته القديم بيلاقيه غرقان في المية. وعجبني قوي الشوطين دول. وبينتهي الحوار ان العيلة بتنام في ملعب رياضي. وهنا الاب بيكون مستغرب ان ابنه ماسك في الحجر قوي كده، وابنه قال له لا الحجر هو اللي لازق فيا.
ولما بيصحوا الهبلة بتتصل بجيسيكا ان هي تلبس حلو لان ابنها عايزها في العيد ميلاد، وبارك بيتصل بالاب علشان يوصل مراته وهي بتجيب حاجات عيد الميلاد، وباين جدا انها مش عارفة معاناة الناس اللي حواليها طالما هي متأمنة تمام. ونرجع للبدروم وبنلاقي ان الخدامة بتقول لجوزها ان هي مش حاسة بأي حاجة خالص، وان هي حاسة ان هي جالها ارتجاج وبتتكل. وجوزها اول لما بيسمع كده بيكون مصدوم جدا. والناس فعلا بتوصل للحفلة وكيفن بيقول لحبيبته وتفتكري انا مكاني هنا؟ فبتقول له ولكن هو بيكون باين عليه الشك وبيقرر ينزل. وبارك وكيم بيتفقوا ان هم هيعملوا تمثيلية على اساس ان هم مجرمين وهيضربوا جيسيكا، ولكن الابن الشجاع هيطلع وينقذه ونسقف له كلنا. وكيم بيسأله هو انت بتحب مراتك؟ قال له بحبها. قال له هي بتحب الحاجات دي؟ فبارك بيفكروا ان ده بفلوس وهدفع لك. وهنا بيبان آخر سبب المخرج حب يوضحه لك، وهي معاملة الإنسان الفقير على أساس إنه آلة، يعني هديلك فلوس تعمل اللي أقول لك عليه، ما يهموش شكله قدام عيلته أو قدام نفسه حتى. وبتلاقي كيفن نزل للقبو ومعاه الحجر، وفي محاولة إن هو يتخلص من الفقر اللي ماسك فيه، إلا إن هو يتفاجئ إن الست ماتت وجوزها بيربطه، ولكن كيفن بيهرب وبيحصل مشادة ما بينهم. وفي الآخر والراجل بيخرج بسكينة معاه، ووسط ما العيلة كلها مستنية الاحتفال والفرحة بيطعن جيسيكا عليه، والأبين بيجروا علشان يلحقوا ابنهم، والأم بتجري عشان تنتقم لبنتها وبتطعن الراجل بسيخ الأكل. والأب بيكون واقف مصدوم، محدش قرر يساعده، كله خاف. وبارك بينده عليه هات المفاتيح هات المفاتيح، ابني هيغمى عليه. وسط الصدمة دي كلها بيحدف له المفاتيح، ولكن بارك بيكون مقروف من الريحة، ودي بتكون القشة اللي قطمت ظهر البعير. والأب بعدها بيجري وسط ما هو تايه مش عارف ايه اللي حصل، كأن اللي حصل ده كان كابوس. وبعدها بننتقل لما بعد الحادثة بحبة حلوين على لسان كيفن، وان هو اول لما فاق من الغيبوبة لقى قدامه 2 ضابط باين عليه ان هو مش ضابط، شكله جاي واسطة، ودكتور ما بيفهمش حاجة في الطب، وبيقول أخيرا بعد ما هخرج من المستشفى هشوف أختي. ولكن والغريب بالنسبة لي هنا ان هو فضل يضحك، ولكن هو بيقول ان كأن في حاجة بترجعني للمكان ده تاني، وكل ما احس ان انا عايز امشي بفضل شوية كمان، لحد ما بيلاحظ حاجة غريبة. وهنا بنلاقي ان الاب كان محبوس في البدروم وبيوصل رسالة لابنه عن طريق شفرة مورس، وهي ازيك يا ابني عامل ايه، اتمنى تكون بخير وفقت، وعلى فكرة انا مش قلقان على امك، انا عارف ان هي قوية وهتستحمل، وبصراحة كل ما افتكر اللي حصل لاختك افضل اعيط ومش قادر. ما تقلقش على ابوك ياض، ابوك كان في الكشافة زمان، عارف يتعامل ازاي دلوقتي. الحمد لله بعد ما عيلة بارك مشيت، السماسرة ولاد الذين ضحكوا على عيلة راجعة من ألمانيا ان هي تعيش في البيت ده، ليهم طريقتهم برضو. وما تقلقش انا باكل كويس، ده انا اكتشفت ان الالمان مش بياكلوا سجق وبيشربوا بيرة بس، الحمد لله انا اطمنت. اتمنى بجد تكون بخير، سلام. وهنا الابن بيقرر ان هو هيقعد يحوش فلوس كتيرة وهيشتغل علشان يشتري البيت، وبيقول لابوه كل اللي انا عايزه منك يا بابا اني لما اشتري المكان تخرج وتشوفني. والفيلم بيخلص. قوم سقف يا ابني، قوم سقف قوم سقف. من اكتر الحاجات اللي عجبتني في الفيلم ان هو مفيش تفصيلة وراها لك في اول الفيلم الا ورد لك عليها، وعجبني جدا حتة ان هو عرض لك الطمع بشكل فعلا واقعي. يعني انا لو قدامي حتة لحمة كبيرة ليه ما اكلهاش كلها؟ وبس كده. حابب اعتذر عن غياب الاسبوعين اللي فاتوا، وطبعا ما تنساش سيرفر الديسكورد تحت في الديسكريبشن، وبنطلع لايفات على كيك خميس وجمعة وسبت من الساعة 10 بالليل. اشوفكم هناك، سلام.